سياسة قلب الترابيزة من أسوأ وأعنف الحيل النفسية والتكتيكات الخداعية اللي ممكن يمارسها بني آدم عليك. طريقة قلب الحقائق وأسلوب الاستدراج لتفاصيل فرعية بغرض تشتيتك عن الفعل الأصلي. سياسة خدوهم بالصوت ليغلبوكم. المكابرة وتلبيس الباطل طوب الحق بعين قوية. كل شيء وارد عند الشخص ده إلا الاعتراف بالخطأ. هيعمل أي حاجة في سبيل إنه يقنعك إنه ضحية ومجني عليه مش جاني، وفجأة بقيت أنت المتهم وأنت اللي مضطر تبرر. الشخص ده يا حضرات عنده مبررات سابقة للتجهيز لكل شيء تقريبا. بيقلب الترابيزة عليك عشان موقفه ضعيف وبيفتقر للمبرر المنطقي، لأن تركيبته النفسية ما بتحتملش فكرة الاعتراف بالخطأ أو الاعتذار عنه. فالشخص ده أذنب في حقك مرتين، مرة لما ظلمك في أمر ما بينكم، ومرة تانية لما استغباك وأنكر الظلم ده وقلب الترابيزة عليك وقرر يقنعك إنه مظلوم وإنك أنت اللي ظالم، مع إنه لو كان اعتذر عن الأمر كله كنت أنت سامحت والموضوع كان انتهى. لكن هو في قرارة نفسه بيبقى عارف إنه غلطان، بس بيهرب بالحقيقة وبيكذب الكذبة وبيقنع نفسه بيها، وبيفضل لابس عباية المظلومية اللي بيرتاح فيها طول الوقت، ظنا منه إنه كده هيعرف يعيش مرتاح وإنه كده خلاص مسح إيده من ذنبك اللي في الحقيقة هيفضل ملطخ إيده طول العمر. دمتم بخير.